مانيتون السمنودي، يا ترى احنا كمصريين عارفين الشخصية دي؟ هل الشخصية دي اترددت على اسمعنا، ولا في كتير منكم اعتقد ان هم اول مرة يسمعوا الاسم ده؟ مانيتون السمنودي بيسميه علماء الآثار والتاريخ بالأب الحقيقي للتاريخ المصري. مانيتون السمنودي ده من القدماء المصريين، هو مؤرخ من المصريين القدماء، وأخذ على عاتقه كتابة التاريخ المصري القديم من أوله ولحد عصر البطالمة. يكتب التاريخ المصري من أوله خالص، مش من عهد الأسرات اللي احنا بندرسه ده اللي هو من الأسرة الأولى، لا ده من البداية خالص. وقبل ما نتطرق لقصة مانيتون السمنودي والكتب بتاعته اللي هو ألفها، حابة بس أوجه الشكر للأستاذ أحمد سعد الدين، هو برضو باحث مصري وهو مؤلف كتاب فرعون ذو الأوتاد، هو اللي ألقى الضوء في أحد لقاءاته على مانيتون السمنودي. احنا بالفعل محتاجين ان احنا نبقى كلنا كمصريين عارفين الشخصية دي. اعتقد ان احنا كلنا سمعنا عن شخصية هيرودوت، وسمعنا عن افلاطون، وسمعنا عن فلاسفة ومؤرخين من اليونان والرومان وكذا، وللاسف تم ايهامنا زورا بان هيرودوت هو ابو التاريخ المصري، وان لولاه ما كناش عرفنا كتير عن الحضارة المصرية القديمة، حين ان مانيتون السمنودي المؤرخ المصري القديم هو اللي كتب التاريخ المصري من بدايته. لكن للاسف ما سمعناش عن مانيتون السمنودي، ولا حتى بيتم القاء الضوء عليه. حاجات كتيرة جدا من حضاراتنا المصرية مطموسة وما بيتمش إلقاء الضوء عليها. المؤرخ المصري القديم مانيتون السمنودي كان موجود في عصر البطالمة، ما كانوا محتلين مصر، وطلب منه بطليموس الثاني ان هو يكتب تاريخ مصر من اوله، من عهد ما قبل الاسرات لحد عصر البطالمة، وتحديدا عصر الاسكندر المقدوني. الكلام ده كان سنة 280 قبل الميلاد. مانيتون السمنودي كان جدير بالثقة من قبل بطليموس الاول، وبعد كده بطليموس الثاني، عشان كده بطليموس الثاني عهد اليه بكتابة التاريخ المصري القديم من أوله، لأنه كان شديد الثقافة والاطلاع، وكان على دراية بالكتابة بعدة لغات، وكمان كان متقن الكتابة بالهيروغليفية والهيراتيقية والديموتيقية، وكمان باللغة اليونانية. عشان كده قدر ان هو يطلع على كثير من المخطوطات والكتب القديمة اللي قدر منها ان هو يكتب التاريخ المصري القديم. مانيتون السمنودي ألف كتابين، كتاب تاريخ مصر وكتاب الجبتانة. كتاب تاريخ مصر هو كتاب تاريخ صرف بيوثق الحضارة المصرية القديمة، وبيرجع الحضارة المصرية القديمة لما يقرب من 40,000 عام من عهد ما قبل الأسرات. أما كتاب إيجيبتانا فهو كتاب تاريخ أدبي بيمزج التاريخ بالأدب الشعبي. يا ترى بقى الكتابين دول موجودين؟ تتوقعوا إيه؟ الكتابين دول راحوا مع مئات الآلاف من المجلدات اللي كانت موجودة في مكتبة الإسكندرية في حريق مكتبة الإسكندرية اللي كان عام 48 قبل الميلاد مع الغزو الروماني لمصر. للأسف كتاب تاريخ مصر كان فيه نسخة واحدة بس اللي هي موجودة في مكتبة الإسكندرية اللي اتحرقت. أما بالنسبة للكتاب إيجيبتانا فالأستاذ أحمد سعد الدين بيقول إن هو كان فيه منه نسختين، نسخة في مكتبة الإسكندرية راح طبعا مع الحرق، ونسخة تانية كانت باللغة اليونانية. النسخة دي محدش يعرف عنها حاجة. يا ترى بقى النسخة دي موجودة في مكتبة الفاتيكان، موجودة فين؟ الله أعلم. مع العلم إن مكتبة الإسكندرية كانت من أعظم مكتبات الدنيا، أنشأها بطليموس الأول عام 330 قبل الميلاد. بطليموس الثاني اهتم بها وقام بتوسعتها وبزيادة عدد الكتب فيها والمجلدات، ووصل عدد المجلدات فيها لما يقرب من 1,000,000 مجلد من جميع أنحاء العالم، وهي كانت تعتبر أكبر مكتبة عامة متاحة في العالم. وحرق المكتبات ده مش حاجة كده بتحصل بالصدفة، ولا هو التاريخ هيتزيف ازاي؟ مش هيزيفوا التاريخ غير لما هم يمحوه الأول. طبعا الحريق أتى على كل المجلدات والوثائق اللي تحتوي على العلوم القديمة، تاريخ الأمم السابقة، وطبعا الكتابين بتوع مانيتون السمنودي. يعني الحضارة المصرية القديمة مش زي ما اتقال لنا إن عمرها 3000 ولا 5000 ولا 7000 ولا حتى 10000 عام. الحضارة المصرية القديمة بيرجع تاريخها لما يقرب من 40,000 عام، عصور ما قبل الأسرات. للأسف اللي بيتم تدريسه في المدارس هو عصر الأسرات، ريت حتى بيتم تدريسه صح. وإن 36,000 عام دول حكم فيهم ما يزيد عن 300 ملك، تحديدا 340 ملك. وانه قسم الحضاره المصريه القديمه الى 3 مراحل، هي المملكه القديمه والمملكه الوسطى والمملكه الحديثه. المملكه الحديثه دي اللي هي عصر الاسرات. ان عصر الاسرات ده واللي احنا شايفينه من الاثار اللي بتبهرنا دي هو يعتبر المرحله المتاخره او العصر المتاخر من الحضاره المصريه القديمه، وان عصر ما قبل الاسرات كان عصر اكثر تقدما، تطور من عصر الاسرات. والكلام اللي قاله مانيتون السمنودي متوافق مع برديه تورين المسروقه. طبعا برديه تورين اللي هي موجوده دلوقتي او مسروقه في ايطاليا في مدينه تورين، اكتشفها عام 1818 في البر الغربي في الاقصر. طولها 2.6 متر وعرضها 25 سم. البرديه دي بترجع لعصر رمسيس الثاني، والبرديه ذاكره حكام ما قبل الاسرات وحكام الاسرات لحد الاسره ال 18. برديه من دقتها ذاكره عدد 340 ملك من عصور ما قبل الاسرات لحد الاسره ال 18، ذاكره كل ملك باسمه وفتره حكمه باليوم والشهر والسنه بدقه متناهيه. امال هم سارقينها ليه؟ استاذ احمد سعد الدين قال ان اللي وصلنا عن مانيتون السمنودي للاسف هو من مؤرخين ادعوا ان هم نقلوا عنه، ان مفيش نسخ اصليه من الكتابين بتوعه. طب مين اشهر بقى المؤرخين اللي ادعوا ان هم نقلوا عن مانيتون السمنودي؟
مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس فلافيوس. يوسيفوس فلافيوس ده كان موجود في القرن الاول الميلادي، في حين ان مانيتو السمنودي كان موجود في القرن الثاني قبل الميلاد، يعني الفرق بينهم حوالي 300 سنه. طب انت وصلك اللي كتبه مانيتو السمنودي منين؟ يوسيفوس فلافيوس ده اللي عمل كتاب كونترا ابيون او اجينست ابيون، علشان بيهاجم فيه المؤرخ المصري السكندري ابيون، لان ابيون ده كان بيهاجم اليهود وكان بيوصفهم بأرذل الصفات. عشان كده يوسيفوس فلافيوس ده عمل كتاب ان هو يهاجم فيه ابيون ويحاول ان هو يمجد في اليهود. يوسيفوس في ادعائه نقلا عن مانيتو السمنودي قال ان الهكسوس هم اليهود او بني اسرائيل، وان مقر تواجدهم في مصر ساعه لما كانوا متواجدين ايام فرعون كان في اواريس اللي هي الشرقيه حاليا، وانهم كانوا بيستخدموا الطين المحروق، في حين ان المصريين القدماء كانوا بيستخدموا الطين اللبن في البيوت والقصور، وكانوا بيستخدموا الحجاره زي الجرانيت والبازلت والشيست في المعابد والمقابر. حته ان الهكسوس او بني اسرائيل كانوا بيستخدموا الطين المحروق دي بتتوافق مع قول ربنا سبحانه وتعالى اما فرعون قال لهامان: فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. ثقافة الطين المحروق دي هي مش ثقافة مصرية، هي ثقافة سومرية أو بابلية. كمان من الناقلين عن مانيتو السمنودي ديودور الصقلي، وقال نقلا برضو عن مانيتون ان تاريخ الحضارة المصرية القديمة من قبل نارمر يرجع الى 33 ألف عام قبل الميلاد، ولو ضمناهم العصور بعد الإسرات هيبقى كده الإجمالي حوالي 36 ألف عام. برضو من الناقلين عن مانيتو السمنودي واحد اسمه يوليوس أفريكانوس، وعاش ما بين القرن الثاني والثالث الميلادي، وعمل كتاب عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة لحد عيسى عليه السلام. وقال في الكتاب بتاعه ان تاريخ الخلق بدأ قبل المسيح عليه السلام ب 5500 عام فقط. دعا ان هو جاب الكلام ده من مانيتو السمنودي. نستشف من كل ده ايه؟ هنستشف ان مش كل اللي نقل عن مانيتو السمنودي او ادعى ان هو نقل عنه نقل لنا الكلام صح. ممكن بعضهم يكون ادعى ان هو نقل عن مانيتو السمنودي عشان يعطي الكلام مصداقية. للأسف بعضهم كان بيرجع الكلام لأهوائه وبيحط التاريخ على مزاجه. فهل الطمس المتعمد لعصور ما قبل الأسرات اللي هي كانت مدتها أطول بكتير من عصر الأسرات وكانت أكثر تقدما وتطورا في الحضارة المصرية القديمة، هل الطمس ده طبيعي؟ هل حريق مكتبة اسكندرية اللي كانت أعظم مكتبة في العالم ساعتها برضو ده كان طبيعي؟ التاريخ بيتم طمسه وحرقه من قبل فئات مستفيدة من هذا الطمس، علشان بعد كده لما يجي يكتبوا التاريخ على مزاجهم ميبقاش في عندنا مرجع اصلا نرجع ليه ونشوف التاريخ الحقيقي. ورسالتي ليكم في اخر الفيديو ان احنا نكون كلنا عرفنا مين هو مانيتو السمنودي المؤرخ المصري القديم اللي هو كتب تاريخ مصر بحقه حقيقي، علشان كده كتبه اتحرقت.